الأسرة النبوية تعرف أسرته عليه الصلاة والسلام بالأسرة الهاشمية نسبة إلى جده هاشم ابن عبد مناف، وهو كما أسلفنا هو هاشم ابن عبد مناف تولى السقاية والرفادة من بني عبد مناف حين تصالح بنو عبد مناف وبنو عبد الدار على اقتسام المناصب فيما بينهما. وكان هاشم موسرا ذا شرف كبير في قومه، وهو أول من أطعم الثريد للحجاج بمكة من العرب، وكان اسمه عمرو، فما سمي هاشما إلا لهشمه الخبز للحجاج. وهو أول ما سن الرحلتين لقريش، رحلة الشتاء والصيف. وفيه يقول الشاعر: عمرو الذي هشم الثريد لقومه، قوم بمكة مسنتين عجاف، سنت إليه الرحلتان كلاهما، سفر الشتاء ورحلة الأصياف. ومن حديثه أنه خرج إلى الشام تاجرا، فلما قدم المدينة تزوج سلمى بنت عمرو أحد بني عدي بن النجار، وأقام في يثرب، ثم خرج إلى الشام وهي عند أهلها قد حملت بعبد المطلب، فمات هاشم بغزة من أرض فلسطين، وولدت امرأته سلمى عبد المطلب سنة 497 ميلادي، وسمته شيبة لشيبة كانت في رأسه، وجعلت تربيته في بيت أبيها في يثرب، ولم يشعر به أحد من أهله وعشيرته بمكة. وكان لهاشم 4 بنين، وهم أسد وأبو صيفي ونضرة وعبد المطلب، و5 بنات وهن الشفاء وخالدة وضعيفة ورقية وجنة.